وبتعرف ميكا من صوفيا انها هتغطس النهارده وتحاول تتواصل مع ليليس بشكل ما وتحاول تبعد عن المدينه دي خالص. وبتطلب ميكا من صوفيا تيجي معاها، بس صوفيا بترفض لانها مش عاوزه تقرب من الحكايه دي من ساعه اللي حصل مع اصدقائها وخطيبها، فبتسيبها وبتمشي. وبالليل بنشوف ان ميكا وبين بيكونوا راكبين قارب وبيوصلوا للمكان اللي غرقت فيه العربيه في نهر السين، وبيدوروا دلوقتي على اي دليل على المكان اللي فيه ليليس. وبتروح للعربيه وبتبدا انها تدرسها، بتلاقي على باب العربيه علامه غريبه وبتعرف ان دي من ليليس، وبتتاكد ان ليليس هنا فعلا في النهر ده. لكن بتلاقي قارب تبع الشرطه جاي على المكان اللي هم فيه، فبيدي بين اشاره لميكا عشان خاطر انها تخرج، وبيقدر بين انه يهرب من المكان، لكن ميكا بتكون تحت النهر. ولما بتطلع بتلاقي قدامها قوة من الشرطه بقياده ضابط، وبتقرر انها تقبض عليها، وبياخدوا القارب بتاعها وبيمشوا. في نفس الوقت ده بتكون صوفيا قاعده مع نفسها وبتتفرج على صور قديمه جدا لاصدقائها وخطيبها كريس، وهي طبعا حزينه وزعلانه. بعدها بتتفرج على جهاز التتبع اللي بيتابع حركه ليليس، وبتكتشف دلوقتي ان ليليس فعلا في نهر السين. وبتروح فعلا صوفيا للمكان اللي فيه ليليس، وبتركز صوفيا مع النهر وبتشوف ليليس ماشيه فيه، وبتتاكد فعلا ان ليليس مكانها هو نهر السين. تاني يوم الصبح كانت ميكا في اسم الشرطه وقاعد معاها الضابط بيحقق معاها، وبيفضل يسالها كانت بتعمل ايه في قاع النهر، لكن هي مش بترضى تقول له اي حاجه، فبيقرر الضابط انه يحبسها. وهنا بنعرف ان ميكا كانت بتدور على قرش في قاع النهر، لكن لما بتلاقي الموضوع دخل في الجد بتعرفه انها كانت بتدور على قرش في قاع النهر، بس هو مش بيصدقها وبيعتبر الكلام اللي بتقوله جنان. بس بعد وقت مش كتير بيجي استدعاء للضابط ده عند مكان معين في نهر السين، فبيقرر يروح هناك. واول ما بيوصل بيعرفوه انهم لقوا شخص تاني مقتول عند النهر، وواضح انه مقتول بسبب غريب جدا، والسبب انه تعرض لهجوم قرش من نوع نادر.